علاقة الأميرة ديانا بتسنيم في مدرسة الروابي؟ أميرة جميلة بس أميرها شايفها تخينة، تروح الثقة من نفسها فتلاقي قدامها أكل كتير، تاكله كأنها أول مرة تشوف أكل في حياتها، لحد ما تبقى مش قادرة تتنفس فتجري على الحمام ترجعه كله بمزاجها، فترتاح شوية فتحس إنها لعبة جنان، هاكل وارجع وكده مش هتخن، وأميري مش هيشوفني تخينة وتخس بشكل مش طبيعي، بس تتجوز وتجيب أميرين وجوزها يسيبها وهي مش تخينة وهي الأميرة ديانا. علاقة الأميرة ديانا بتسنيم في مدرسة الروابي إنهم الاتنين عندهم اضطرابات في الأكل، مع إن جسمهم وشكلهم بيرفكتو. اضطرابات الأكل مش مشكلة عالم أول ولا دلع ماسك، دي مشكلة كبيرة وفي الغالب بتظهر في مرحلة الطفولة أو المراهقة، والبنات أكتر عرضة. واضطراب الأكل 5 أنواع. أول نوع اضطراب الشهية المفرطة، وده بيحصل فيه إنها ما بتعرفش تسيطر على نفسها قدام الأكل، تفضل تاكل لحد ما تحس إن جسمها مش قادر، ووقتها بتحس إنها راضية عن نفسها، بس ده بشكل مؤقت علشان بعدها إحساس الذنب يسيطر، تجبر نفسها إنها ترجع الأكل ده كله. 2 اضطراب نهم الطعام، وده بقى شبه النوع الأول بس بيجي على فترات، هتقدري توقفيه شوية وهترجعي تاني شوية. 3 نوع فقدان الشهية العصبي، وهنا بتبقي خايفة إن وزنك يزيد فبتحددي لنفسك كميات أكل معينة، المهم إني ما زادش في الوزن. 4 اضطراب تجنب الطعام، ودي بقى بالذات الأهل بيسموها يا إما دلع أو إنك بتتبطر عن النعمة، وهنا بيبقى عندك نفور من الأكل، مش قادرة تاكلي، وحتى الأكلات اللي بيحبوها بتكون أصلا أنواع محدودة وبياكلوا منها كميات صغيرة. 5 حاجة اضطرابات غير محددة، ودي لسه بقى تحت الدراسة. الأكيد إن اضطرابات الأكل بيبقى ليها عامل نفسي كبير قوي، 15% بس من اللي عندهم اضطراب في الأكل هم اللي بيطلبوا المساعدة، علشان الباقي يا إما مش عارفين أو عارفين وخايفين. مش مهم شكل جسمك عامل إزاي، بس لو عندك أي أعراض من اللي أنا قلتها في الفيديو فبعتوا الفيديو ده لأهلكم علشان يساعدوا، عشان الدعم الأسري هو الأهم، واضطراب الأكل مش دلع.